ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بوصفه حلوه جدا اقتصاديه خالص، وكمان طعمها حلو جدا. فطيره بحشوه اقتصاديه تنفع معاكي في الايه الغدا، تنفع معاكي في العشاء، يعني حاجه كده من الاخر. حاجه طعمها حلو وكمان اقتصاديه خالص. طب ما تيجي نشوف الطريقه بتاعتنا. عندي اول حاجه بياض بيضه واحده بس، وعندي كمان معلقه كبيره ممسوحه من السكر، وعليهم كيس من الخميره الفوريه اللي هو بمقدار معلقه كبيره، وعندي كوباية من الحليب الدافي، وعندي ربع كوباية من الزيت، ونقلب كويس. الكوباية دي بتاخد 200 ملي من الحليب، ولازم الحليب يكون دافي مش سخن، لو سخن هيبوظ معاكي مفعول الخميرة. ممكن حد برضو يسألني يقولي ممكن استبدل الحليب بالمية؟ ممكن تستبدلي الحليب بالمية. وعندي هنا بقى ايه معلقة صغيرة من الخل، ونقلب بقى ايه السوائل كويس جدا بعد ما حطينا كمان معلقة صغيرة من الخل. اوعي تنسي الخل هيخلي العجينه معاكي هشه وطريه خالص. عندي كوبايتين من الايه الدقيق متعدد الاستخدامات، حطيت عليه نص معلقه صغيره من الملح، وهحط عليه السوائل كلها، وابتدي بقى اعجنها بايدي. لو عندك العجان يا ست الكل استخدمي العجان، ما عندكيش العجان ما تكسليش، قومي اعجنيها بايدك زي ما انا بعجنها كده. مش هتاخد معاكي وقت خالص، بجد بجد، يعني مش هتاخد معاكي من 5 دقايق ل7 دقايق، وتكون العجينه جاهزه معاكي. اول ما تديه يختفي خالص وتعجنيها كده في الايه في البوله، روحي انزلي بيها على الرخامه، وايه وخدي ودي في العجينه لغايه ما العجينه تبقى عجينه مطاطيه معاكي وعجينه ناعمه، وكمان مش بتلزق في الايد. انا ما حطيتش سوائل خالص يا جماعه، زي ما انتوا شفتوا ما حطيتش سوائل خالص اكتر من السوائل اللي انتوا شفتوها دي. بس هي لو العجينه احتاجت منكم سوائل ممكن تحطوا شويه حليب دافي، لان في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق بياخد سوائل قليله. هنبتدي بقى ندهن البولة شوية زيت، ونحط العجينة بتاعتنا نلفها ايه على شكل كرة كده، ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لغاية ما الحجم بتاعها ايه يتضاعف وتقلبص كده. طب تعالوا نشوف الحشو الاقتصادي بتاعنا. عندي معلقتين كبار من الزيت، ممكن تستبدليهم بالسمنة، ممكن تستبدليهم بالزبدة زي ما انت عايزة. وعندي بصلاية وسط كده انا مقطعاها جوانح، وعندي كمان 3 حبات من فلفل الالوان، وعندي بطاطساية وسط انا سلقتها، وبعد ما سلقتها يعني سلقتها 3/4 سلق، قشرتها وقطعتها مكعبات. اول ما البصلاية دبلت معانا هننزل بالفلفل بتاعنا، ونقلب في الفلفل بتاعنا تقلبتين 3 كده، وبعد كده نحط التوابل بتاعتنا. معلقة صغيرة من الزنجبيل، ومعلقة صغيرة من البهارات السبعة، ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من الشطة. الشطة هنا اختياري، عاوزة تحطيها حطيها يا ست الكل، مش عاوزة تحطيها ممكن تستغني عنها. قلبنا بقى ايه تقلبتين 3 الفلفل مع الايه مع البصل. هنبتدي بقى نحط البطاطسية بتاعتنا. طب البطاطسية دي وزنها قد ايه؟ البطاطسية دي لما وزنتها كانت 300 جرام. سلقتها بالقشرة بتاعتها، وبعد كده ايه رحت مقشراها ومقطعاها مكعبات، بس لازم السلق يكون 3/4 سلق. ما تسلقيش البطاطسية يعني سلقة كاملة، تسلقيها 3/4 سوا. بعد كده قلبنا البطاطساية مع الفلفل الألوان والبصل، بعد كده بإيه ننزل بيها بقى من على البوتاجاز ونطفي البوتاجاز بتاعنا. العجينة بتاعتنا حجمها اتضاعف وكلبظت اهي. هتيجي بقى ايه تنزلي بيها على الرخامة وتقطعيها قطعتين قد بعض. القطعة اللي مش هتستخدميها دلوقتي حطيها في البولة وغطيها، والقطعة اللي هتستخدميها دلوقتي هترشي شوية دقيق على الرخامة وتبتدي تفرديها بالنشابة. لو انت مش عندك فلفل الوان، انا نسيت اقولك في الاول، لو انت مش عندك فلفل الوان ممكن تحطي فلفل اخضر عادي، بس انا كان عندي 3 حبات من الفلفل الالوان، احمر واخضر واصفر، فقطعت ال3 حبات الفلفل الالوان قطعتهم قطع صغيره. بس انت لو مش متوفر عندك فلفل الوان ممكن تحطي الفلفل الرومي عادي تقطعيه قطع صغيره كده، تقطعي 3 حبات يعني من الفلفل الاخضر العادي. بتبتدي تفردي العجينة عشان معجونة كويس بتتفرد معايا بكل سهولة. فردت العجينة مقاس الصينية اللي هعمل فيها الفطيرة، الصينية دي مقاس 25. هبتدي بقى ايه افردها كده في قاع الصينية اسويها، ولو فيها اي زيادة عن قاع الصينية بروح ايه يعني قصها بالسكينة او بقطعة البيتزا. شايفين انا بقطعها ازاي؟ بقطعة البيتزا بتتقطع معايا بكل سهولة. اوعي ترميها، احنا هنا ما بنرميش اي حاجة، بتحطيها على الايه على قطعة العجين التانية عشان ايه تفرديها مع العجين.
هنحط بقى الحشو كله وتفردي الحشو كله على على العجينة. حشوة طعمها حلو جدا بجد بجد، البطاطس مع الفلفل مع البصل مع التوابل اللي احنا حطيناها طعمها حلو جدا. جبت الكرة التانية، وزي ما فردت الأولى هفرد التانية. بعد ما فردت الكرة التانية هروح حطها على على الخضار اللي انا حطيته في الصينية، وابتدي افرد العجينة والزيادة احطها لتحت. يعني هنا ما تقصيش الزيادة ولا اي حاجة، حاولي الزيادة بتحطيها بتنزليها لتحت بصوابعك كده، ما تقطعيش اي حاجة ولا تهدري اي حاجة، يعني ما تقطعيش العجينة ولا اي حاجة. شايفين انا بدخل الزيادة ازاي تحت؟ يعني بدخل في الحروف ازاي بصوابعي كده. بقى هسيبها بس تستريح قد 10 دقايق. كنت مغطياها بقى، سبتها استريحت 10 دقايق. هجيب صفارة البيضة، دي صفارة بيضة واحدة بس، وهحط لها ربع معلقة صغيرة من الخل وابتدي ادهنها. ممكن حد يسألني برضه يقول لي احنا ما بنحبش صفار البيض، ممكن تدهنيها بشوية حليب، الحليب اللي احنا بنقول عليه في مصر اللبن. تدهنيها بشوية حليب. بعد ما دهناها كده بصفار البيضة، بتبتدي بقى تبلي صوابعك شوية مية وتقسميها. ممكن تقسميها زي ما انا هقسمها على 8، ممكن تقسميها على 6 زي ما انت عايزة. صراحة انا قسمتها على 8. شكلها بيشبهني بالبيتزا. شايفين؟ تحفة. بكون مشغلة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 220. انا بقى هنا عندي حبة البركة، هحط على واحدة حبة البركة وواحدة سمسم، يعني 4 هحط عليهم حبة البركة و4 هحط عليهم سمسم. لو مش متوفر عندك السمسم ولا حبة البركة عادي، بعد ما تقسميها دخليها الفرن على درجة حرارة 220 لمدة 20 دقيقة على الرف اللي تحت، واخر 5 دقايق ولعي لها الشواية من فوق وهدي النار على 200. تمام كده، مش هتاخد 20 دقيقة بالظبط وهتكون مستوية وشكلها حلو جدا. بتروحي نقلها على اي طبق وبتقطعيها بقى. انا الصراحه هنا يعني ما استنيتش عليها، على طول بسرعه نقلتها وحطيتها على الطبق عشان اصور واخلص من الفيديو، وكمان عشان اوريها لكم. طعمها حلو جدا صدقوني، اكله اقتصاديه خالص، اكله ما فيهاش تكلفه، اكله بسيطه حلوه خالص، تنفع معاكي في الغدا، تنفع معاكي في العشاء. وكمان انا مقطعها على 8 مثلثات. انا عاوزه اوريكم كمان ان العجينه طريه جدا، العجينه هشه وطريه وحلوه جدا، والحشو اقتصادي خالص، وبيوتنا كلها فيها بطاطس وفيها بصل وفيها فلفل، يعني بيوتنا كلها فيها الحشوه دي. يلا قومي بسرعه واعمليها وقولي لي رايك في التعليقات. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير مع اصحابك، ولو مش مشتركه معايا اشتركي ونوري قناتي ودوسي على زر الجرس عشان يوصلك اشعار جديد من مطبخ بألف هنا.